لو جيت تبص على هدف ريال مدريد امبارح ضد اتلتيكو مدريد هتعرف ان الهدف غلطة الباك الشمالي بتاع اتلتيكو مدريد جلن، بس لو رجعنا تاني وشوفنا الصور هنعرف ان الكرة دي مش غلطة جلن. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. قبل ما نتكلم عن غلطة مين بالظبط هنتكلم عن طريقة لعب سيميوني مع اتلتيكو مدريد، واللي كان بيلعب ب 4-4-2 وكان بينتظر وبيستقبل اللعب في التلت الأخير من ملعبه. وطبعا هنا ريال مدريد كان بيعاني كتير جدا، فالحل عند ريال مدريد عشان يخترق الدفاعات بتاعته كانت ايه؟ كان ان هو لازم يدور الكرة من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين لحد لما يلاقي ثغرة ويخترق منها، وده اللي حصل فعلا في الهدف الاول لريال مدريد. وهنيجي نتكلم على الهدف الاول من اوله، هنشوف ان الكرة كانت ناحية الشمال وبعد كده اتنقلت لفالفيردي. بس هنا بقى نتكلم عن غلطة الدفاع بتاع سيميوني واتلتيكو مدريد، ان هو ناحية اليمين لما كان بيروح كان بيتحرك ككتلة واحدة وكان بيضم اللعيبة كلها على بعضها في الدفاع، انما هنا ناحية الشمال لما كان بيتحرك كان بيتحرك ببطء شديد جدا. ولو نشوف هنلاقي ان جالان راح فعلا قفل على رودريجو، بس قفل بمعنى اصح ضم قوي زيادة عن اللزوم، وده فرغ المساحة وراه. وهنا هتكون اول غلطة من جالان. والغلطه الثانيه كانت من لونجلي، ان هو ما رحلش بسرعه وضم مع جالان عشان يقفل المساحه اللي هي الفاضيه الكبيره دي طبعا كانت غلطه من لونجلي. والغلطه الثالثه كانت من الدفاع كامل، لانه ما رحلش بطريقه سريعه عشان يقفل المساحه الفاضيه اللي قدر ريال مدريد يستغلها كويس جدا. وده ما يمنعش طبعا ان تشريحه الجسم بتاعت جالان كانت غلط، لانه هو كان واقف بطريقه غلط جدا. كان المفروض ان هو يكون كتفه للاعب بتاع ريال مدريد، ما يكونش بايع نفسه قوي كده ويكون وشه اللي بتاع ريال مدريد. عشان كده لما فالفيردي لعب الكوره بسويرف شويه ما قدرش ان هو يلم نفسه، خد وقت كبير جدا في اللفه اللي هو لفها. طبعا خطأ من هنا ومن هنا، ويعتبر الفريق كله اخطأ. وده ما يمنعش طبعا ان احنا نشكر في فالفيردي ورودريجو اللي قدموا لوحه فنيه واستعراضيه كويسه جدا، بالذات لما فالفيردي خد رودريجو على جنبه وقال له اجري ومالكش دعوه انا هلعبها لك بالمسطره، وفعلا لعبها له وقدر رودريجو يروح في المساحه الفاضيه ويهاجم المساحه وياخد الكوره ويرقص لونجلي. وانا قلت قبل كده وشرحت قبل كده ان رودريجو من احسن اللعيبه في العالم اللي بترقص بجسمها، تحس ان هو بيقول لك انا هطلع لبره ويدخل لجوه، وتحس ان هو بيقول لك انا هدخل لجوه ويطلع لبره. هنا قال لونجلي بجسمه انا هطلع لبره ودخل لجوه ورقص لونجلي وعمل ارتو عشان يحرز الهدف الجميل، الهدف الاول لريال مدريد. كان معكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه وبشكركم.